خلال المرحلة الراهنة من تاريخ مصر الثورة، وضرورة الاهتمام بالتعليم لبناء مستقبل أفضل وتطوير الحياة في كافة المجالات. لذلك وذلك في إطار اهتمام المجلس بعوامل التنمية وليس حقوق الإنسان فقط، وأولها رعاية المتفوقين الذين هم خيرة شباب مصر، وتقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة التفوق. إخوتي أوائل الثانوية العامة، الأسر الكريمة، إن حفلكم اليوم تحفيزا بسيط لزيادة إشعال الطاقة داخلكم بهدف تأصيل قيمة التفوق والريادة والتميز لدى كافة الطلبة وقيادات التعليم من أجل مزيد من التقدم. نحتفل بكم الليلة لتحقيق النجاح الباهر، متمنيين لكم التوفيق ومواصلة دراستكم العليا، وهذا التكريم تكليلا لجهودكم على مدى عام دراسي طويت فيه صفحات مطعمة بالكفاح على مقاعد الدراسة. واليوم نؤكد على دور العلم في النهوض بالشعوب من كبوتها، وبه تسمو الأمم وترتقي. إننا ندرك أهمية المعلم والأسرة في رعاية أبنائهم من أجل العلم ودوره في بناء الإنسان، وسنشارك معكم حتى تغدو منارات العلم وتضيء مشاعل النور سماء الوطن. ومن اليوم نناشدكم بذل مزيدا من الجهد، وأن ترعوا حقوق الناس وحقوقهم وواجبكم تجاه الله ثم الوطن. إننا نؤمن ببناء جيل قادر على النهوض بمسؤولياته الوطنية والتنموية، فواجب علينا محاولة بث فيكم دفعة كبيرة للمضي قدما حتى تصلوا لأعلى المراتب العلمية على مستوى الجمهورية. اليوم هو إحدى ثمرات تعبكم عقب تصدركم المراكز الأولى، ولن ننسى جهد كل من شارك في صياغة معادلة التفوق والنجاح، خاصة وجود أولياء الأمور. وأخيرا، هذا الاحتفال ليس الأخير، فهناك احتفال آخر لرواد ورموز التعليم خلال الأسابيع القادمة. أود أن أكون لن أكن أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان وانا كنت دايما بحب الرياضيات من وانا صغير. كنت دايما في الحصه بعد ما الشرح اجي مثلا لما المدرس يسالني اجاوب، بعد كده يسالوني انت بتذاكر كام ساعه؟ كنت بستغرب السؤال، مش فاهم يعني هو انا محتاج اذاكر؟ طب ما انا خلاص، طب ما اتقالت وانا فهمتها يعني استوعبتها، ليه محتاج اقعد اعيد فيها ومره واثنين؟ كان البدايه بالنسبه لي غريبه يعني. كملت كده مع التعليم دوت لحد ما جيت في الثانويه العامه. بدات طبعا اول حاجه انت مجتهد كويس، انت ليه تخش علم رياضه؟ عايزين دكتور قد الدنيا، كأن مهندس دي كلمه عيب ولا حاجه يعني، شغلانه مش قد المهنه. الفكره برضو بعد كده يعني لقيت من كل اللي حواليا يقول انت مجموع كويس، انت لازم تخش علم علوم. انا الصراحه يعني اول حاجه بشكرها اهلي وبابا وماما ومحمد بن خالتي، ان هم اللي شجعوني وقالوا لي كمل ما يهمكش الكلام دوت، انت طالما حابب حاجه هتبدع فيها وخليك ماشي كويس وباذن الله ليك مستقبل. مريت في السنتين دول يعني كانت تجربه ليا بالنسبه لي زي سنتين كانوا مجرد بس ان هم عايزين ينقلوني المستقبل. بطلت فيهم حاجات كتير كنت بحبها، بطلت اقرا اي كتب بحبها، بطلت اتعلم حاجه جديده، بطلت امارس هواياتي ان انا احب اتعلم برمجه الكمبيوتر، حاجات كتير. عشان ايه كل ده؟ عشان ان احنا عايزين نحفظ حاجات ونحطها في الامتحان عشان قال ايه بحد مستقبلنا. ازاي يكون مستقبلك في حاجه مش بتفيدك، في حاجه بتخليك بتقتل عندك اي ابداع، بتقتل عندك اي مهاره بتتعلمها جديده.
بس للاسف يعني انا اضطريت اعمل كده، وكنت مؤمن ان علشان نقدر نصلح لازم نخوض في الفساد ده بنفسنا. كنت بشوف المعلومات الغلط في الكتب، وبرضه كان لازم نشوفها زي ما هي ونيجي على نفسنا شويه ونحطها في الامتحان عشان بعد كده نقدر نوصل احنا ونغير. كنت مؤمن ان احنا الجيل اللي لما بعد ما هيقدر يوصل ويغير هو اللي هيزيح عن الاجيال اللي بعديه التحمل اللي استحمله دوت يعني، والعناء اللي عانيناه. كان نفسي اوصل اكون الاول علشان اقول الكلمه ديت، مش عشان اطلع زي الاوائل يقول لك انا كنت بذاكر وان انا كنت بقعد 10 ساعات على الكتاب وان انا ما وراك. لا مش كده يعني. انا لو هنصح حد فعلا بعديه انه لما يجرب يتعلم او كده، لا ما تسمعش الناس دي، فكر ودور بعقلك، اربط، شوف العلاقات اللي بتربط بين قوانين الكون في الرياضه في الفيزياء في العلوم. اتعلم العلم اللي يخليك تقرب من ربنا وتقرب من الحقيقه. ما تسمعش الناس دي، فكر بس. يعني احنا اللي هنغير التعليم المصري. شكرا. بنحييه كلنا. كلهم يسالوا لان احنا تعبنا السنتين دول فعلا. والمدرسين بتوعنا مستر حيدي طبعا بجد مش عارفه اقول عليهم ايه. بجد ربنا يوفق كلكم ووفق دفعات اللي بعدينا مش متوقعه خالص ان انا اطلع من اوائل الثانويه العامه. انا تعبت بس ما كانش في خيالي. وبشكر بابايا ومامتي تعبوا معايا جدا، ولولاهم يعني ما كنتش هحقق اي حاجه. وبشكر مدرسيني تعبوا معايا كتير وهم اللي كانوا بيدوني الامل اساسا. شكرا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. كان حلم جميل في خيالنا ما نفش في يوم عن بالنا. كان حلم جميل في خيالنا ولا نفش في يوم عن بالنا. وبنالنا قصور وبلاش قصور حياتنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه. وحياة قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده نجم عيننا وعيده. ناجح يرفع ايده نجم عيننا وعيده. ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما
ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على طول دايما 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 تحيا قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباح تحيا قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباح انا لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه تحيا قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباح تحيا قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباح انا لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه تحيا قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباح تحيا قلبي وافراحه. مبروك عليكم وعلينا مبروك 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 يا ناسنا واهالينا يا رب كتر افراحنا يا رب كتر افراحنا يا رب كتر افراحنا يا رب كتر افراحنا وعلى قد نيتنا كبيرة تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة للي فرحنا وادعوله ان شاء الله يعيش تسقيفة للي فرحنا وادعوله ان شاء الله يعيش صدقوا اللي قالوا قبلينا اجمل من الفرحة وفيه اجمل من الفرحة وفيه تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة للي فرحنا وادعوله ان شاء الله يعيش تسقيفة للي فرحنا وادعوله